السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطلالة سريعة جدا جدا هكلمكم عن حاجة اتكعبلت فيها كده بالصدفة. آه كلنا عارفين الشيعة طبعا، إيران وما أدراك ما الشيعة وما أدراك ما الإيران. الله يولع فيهم من على جنب بإذن الله كده إن شاء الله. وكلنا عارفين أقوال الشيعة في السيدة عائشة وفي الصحابة، وكلنا عارفين أذان الشيعة، وهو ده موضوعنا النهارده. تعالوا نشوف الفيديو اللي معايا ده بسرعة كده وباجي نرجع. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. زي ما شفتوا كده بالظبط، ده الشيخ الطاروطي او المقرئ الطاروطي، بلاش كلمة شيخ دي يعني. ده اذان الشيعة، كان بيأذن في ايران اذان الشيعة، وده المفروض انه مسلم سني. مبدئيا لازم تكونوا عارفين ان انا مش من اهل التخصص، انا واحد زي اي حد بتقابله في الشارع. كل ما هنالك ان لو في حاجة عدت عليه كده او استفزته بيحب يشاركها مع الناس او يحب يتكلم فيها، مش اكتر من كده. لكن انا مش من اهل التخصص في الشرع خالص خالص. الشيخ الطاروطي، والقصة دي بالمناسبة أنا دورت فيها في اليوتيوب، يعني القصة دي قديمة من 5 سنين أو أكتر. اتسرب له فيديو إن هو في إيران بيأذن أذان الشيعة. ولما دورت شوية خفاف كده على السوشيال ميديا بوجه العموم، لقيت إن غالبية مقرئين مصر اللي بيروحوا يجروا في إيران متورطين، بل أكاد أجزم إلا قلة قليلة، يعني إلا من رحم ربي، مفيش مقرئ مصري راح قرأ أو تلا قرآن في إيران إلا وتورط في أذان الشيعة. أذان الشيعة اللي انتوا شفتوا مقطع صغير منه، تمام. الطبلاوي رحمة الله عليه تورط في ده، الشحات أنور، غيرهم مقرئين كتير جدا. السؤال بقى ليه؟ وهتقول ايه ربنا لما تقف بين ايديه ويسألك على اللي انت هببته ولا اللي انت نيلته ده مبدئيا. السؤال التاني اللي بيفرض نفسه بسرعة كده، يعني هو المقرئين المصريين اساسا بيروحوا ايران ليه؟ ايران كل مدة بتسرب فيديو لشيخ او لمقرئ، بلاش كلمة شيخ دي، لمقرئ مصري وهو بيأذن اذان الشيعة. وكان في سجال حصل بين القارئ الطبلاوي رحمة الله عليه وبين المقرئ أحمد نعينع، واتنين اتهموا بعض إنهم هم أذنوا أذان الشيعة، وده أنكر وده أنكر، وواضح إن الاتنين متورطين، يعني واضح إن الاتنين أذنوا يعني. وفي أكتر من مقطع لأكتر من شيخ على السوشيال ميديا. اللي أنا عايز أعرفه المفروض إن إحنا علاقاتنا بإيران مقطوعة، ما فيش، بل إن من محاسن نظام الرئيس مبارك رحمة الله عليه ان ما كانش فيه لينا علاقات مع ايران. ومن مساوئ الاخوان او من الحياة اللي جابت فرط الاخوان وكشفت الاخوان قدام الناس وقدام الشعب المصري هي العلاقات مع ايران. احنا حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ملناش علاقات مع ايران، لكن مقرئينا بيروحوا ايران ليه اساسا وليه يتورطوا في حاجه زي كده؟ المفروض انك راجل مسلم سني، وانا باكد ان هم دول مش مشايخ، دول مقرئين لا اكثر ولا اقل. الناس دي بتتعايش وبتاكل عيش من قراءة القرآن الكريم، والمسألة دي فيها سجال، يعني فيها آراء، يعني في آراء كثيرة بتحرم انك انت تتقاضى اجر من قراءة القرآن الكريم، بل ان اجورهم بتتحدد على حسب الشهرة. وفي صورة شهيرة او مقرئ شهير اتصور مع محمد رمضان، ومحمد رمضان بيقول له انت نمبر 1 في المقرئين او في قراءة القرآن، مش عايز اذكر اسامي يعني. فهم مش اكتر من انها لقمه عيش يعني، فما تبصوش للناس دي على اساس انها مشايخ. لكن برضو ارجع لكلامي، احنا المفروض ان علاقاتنا مقطوعه بايران. ايه اللي بيودي المقرئين المصريين هناك؟ واذا كانت في حاجه بتفرض ان احنا نروح هناك، ليه بتأذن اذان الشيعة؟ ليه اشهد ان عليا ولي الله ومش عارف حبيب الله والكلام الهبل
يا اخواننا الشيعة دول والله اخطر من اليهود على المسلمين، والله اخطر من اليهود على المسلمين. يكفي بس تعلم، والكل انا متاكد ان المعلومه دي متوفيه يعني، الناس كلها عارفه كده. يكفي ان تعلم ان هم بيرموا السيده عائشه، السيدة عائشة من أمهات المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بيرموها بالزنا والعياذ بالله. يكفي بس تعلم إن الناس دي بتسب الصحابة، بتسب سيدنا أبو بكر الصديق، بتسب سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر بن الخطاب. يكفي إنهم بيسبوا عثمان. تمام. الشيعة ايديهم ملطخة بالدم، ملطخة بالدم، واللي عملوه في سوريا والعراق عايز آلاف الحلقات عشان اسرده لك واحكيه لك. ايديهم ملطخة بدماء المسلمين. يكفي انك انت تعرف ان من ضمن عقيدة الناس دي، وهي عقيدة خاربة تمام، انهم بيستحلوا دماء واموال واعراض واراضي اهل السنة. تمام. ومين اللي لبس في مسألة الشيعة دي بالمناسبة يعني، والكلام بيجيب بعضه؟ حماس، حركة حماس اللي هي المفترض انها حركة مقاومة أسسها رحمة الله عليه الشيخ أحمد ياسين. تمام. حماس لبست في الحيطة مع إيران بسبب الدعم المالي ودعم السلاح مع إيران. حماس بتسمح بالتشيع في قطاع غزة، ولك أن تعلم إن في كم كبير من الناس في قطاع غزة تشيعت بالفعل، بل إن حماس زادت الطينة بلة. تمام. وبتسمح بأئمة، إذا صح إن إحنا نقول عليهم أئمة من أئمة الشيعة، يصعدوا للمنابر. وفي حادثة شهيرة الواحد رمى إمام من أئمة الشيعة كان هيخطب في قطاع غزة، ورمى السيدة عائشة بالزنا ودعا على الصحابة وشتمهم، فواحد من المصلين قتله. وقامت حركة حماس بإعدام السني اللي قتل الإمام الشيعي ده. أزيدك من الشعر بيت كمان وأقول لك إن حماس قامت بواجب العزاء في المجحوم، الله يولع فيه في قبره دلوقتي، الكلب اللي ايديه ملطخه بدماء اخواننا السوريين قاسم سليماني. عزت حماس فيه، حماس يا اخواننا اللي هي المفروض حركه مقاومه. تمام. عزت في قاسم سليماني، وفي الذكرى السنويه لقاسم سليماني معلقين صوره في قطاع غزه. ولما اعترض احد المشايخ، لا اذكر اسمه بس الكلام ده موجود على اليوتيوب يا اخواننا، شوفوا. تمام. تاكدوا من صدق الكلام يعني. ولما اعترض احد المشايخ في قطاع غزه على الاحتفال وقام بتقطيع صور قاسم سليماني، اعتقلته حركه حماس. تمام. لا ننكر ان حماس مضيق عليها، لكن حماس ابتعدت تمام البعد عن كونها حركه مقاومه للكيان الصهيوني، وبقت بس اساسة فلوس. احنا يا اخواننا حركه مقاومه، بعتوا لنا فلوس، بعتوا لنا سلاح من دول الخليج، اتكشفت قدام الناس كلها بصراحه ربنا، وانتهى الامر. ارجع لموضوعنا اللي احنا عاملين الفيديو اساسا عليه، مشايخنا احنا بيروحوا ايران ليه؟ يا سياده الرئيس، اذا كانت علاقاتنا مع ايران مقطوعه، مشايخنا وقراءنا ليه بيروحوا ايران اصلا؟ ده سؤال كده محتاج اجابه. وقراءنا مش بيروحوا من السنه دي ولا اللي فاتت، ده من عشرات السنين. قراءنا بيروحوا من عشرات السنين. فيا ريت حد يعني يقول لنا انه عقل وانه دين وانه عقيده بتقول كده. تمام. اما كل من اذان الشيعه من قراءنا، فغير انكم سقطتوا في نظرنا، وغير انكم انتوا شويه زباله. تمام. بس خوفكم من الناس ومن منظركم قدام الناس حاجه، وخوفكم من المولى سبحانه وتعالى ووقوفكم بين يدين الله عز وجل هتقولوا له ايه على الاذان اللي انتوا اذنتوه ده، وتيجوا قدامنا وعاملين مشايخ وبنستقبلكم في العزا ومش في العزا، واللي عامل ليله مش عارف ايه، واللي عامل ليله مش عارف ايه، الولد واتولد، واللي هو عزا امه وعزا ابوه. ليكم قدر من الاحترام بحكم انكم قراء او حمله لكتاب الله، وان كنتم تؤجرون على ذلك يعني. تمام. ودي فيها كلام زي ما قلنا، لكن انكم انتوا تأذنوا اذان الشيعة دي حاجه خارجه عن العقل بصراحه ربنا، الواحد لا يكاد انه يصدقها. مش عايز اطول في الفيديو اكتر من كده، اللي مش مصدق كلامي يدخل على السوشيال ميديا ويشوف. والموضوع زي ما قلت لكم مش حديث، هو موضوع قديم. تمام. لكن اتكعبلت فيه بالصدفه وخنقني وضايقني جدا 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 جدا. اتمنى يا رب ان انا ما اكونش طولت عليكم. لو عجبك كلامي ارزعنا، واخد بالك، بلايك ووراه اشتراك. ما عجبكش كلامي برضو رزعنا بلايك واشتراك، هتخسر ايه يعني؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.